اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. احنا النهارده انا كنت في السوق وجبت الفراوله الجميله دي، لقيتها يعني سعرها حلو كده فجبت الكميه دي ما شاء الله. عملت منها حاجات كتير بصراحه، قطعت منها كده وهعمل ده صوص فراوله كده. جبت يعني يجي نص كيلو فراوله كده وقطعته كويس وضفت عليها 4 5 6 معالق سكر كده، يعني نص كوبايه سكر، وقلبتهم كويس ووديناهم على البوتاجاز ملناش دعوه بيهم. دي كميه فراوله تانية قطعتها وحطيتها في اكياس كده، في كيسين، قلت اعمل يعني منها عصير كده ثم احطهم في الفليس. ودي كميه تانية قطعتها بردك وهقطعها مكعبات صغيره كده، نعمل بها ايه؟ فراوله. نعمل بقى مربى، مش فراوله، نعمل بقى مربى فراوله. ده كيلو، ضفت عليه نص كيلو سكر وهقلبه وهيبات في التلاجة ملناش دعوه بيه. ده الصوص اللي احنا قلنا عليه دلوقتي راح على البوتاجاز وجه بقى صوص جميل ازاي. هنعمل بيه حاجه بردك حلوه بس لسه مش النهارده. ده الفراوله راحت في التلاجة باتت ليله وجات لنا، هي نزلت الميه اللي فيها كلها، ما ضفتلهاش ميه ولا حاجه، هي نزلت الميه اللي فيها. حطيتها على البوتاجاز اهي، كل الريم اللي طالع عليها ده انا بشتاله. زي ما انتم شايفين كده انا بضيفت لها نص معلقه ملح ليمون. كده بقت بالشكل الجميل ده، بقت جميله كده ما شاء الله عليها، كده بقت جميله اهي. ههرسها بقى، ههرسها ههرسها بقى وافضيها كده وتبرد وبعدين هعبيها في البرطمان. كده بقت جميله ازاي، انا بحبها مهروسه يعني مش اول ولا قطع ولا مهروسه خالص. كده بقت جميله، هعبطها في البرطمان لما بقت بالشكل التحفه ده. حاجه يعني ما شاء الله، تسلم ايدي. سلام.